اهلا بيكم معانا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم تفاني. حلقتنا ممتده معاكم لمده ساعه، والحقيقه النهارده الحلقه انا يعني بجد مهتميه بيها جدا جدا، او الحاجه اللي احنا هنتكلم فيها دي انا من اشد المعجبين بيها ومن اشد الباحثين ايضا فيها. يعني بحاول اشوف الموضوع ده اتقال ازاي وليه وايه سببه. حلقتنا النهارده بمنتهى البساطه عن الامثال الشعبيه. والمثل الشعبي هو تجربه الاخر ورأيه ووجهة نظره في الموضوع. يعني هو بيقول خلاصة فكره وتقديره لوجهة نظر معينة للموضوع اللي انت بتطرحه قدامه، فيقول لك كلمتين ونص وخد البرشامة دي او خد الكبسولة دي زي ما بيقولوا. والامثال الشعبية ده تراث شعبي كبير جدا جدا جدا. بيسعدنا يكون معانا النهارده الدكتورة والكاتبة عزة عزت، والباحثة أيضا في تراثنا الشعبي. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بيكي. منورانا. الله يخليك. أنا مبسوطة بالحلقة دي جدا، من قبل بقى إيه من قبل ما أي مثل يتقال كده زي ما بيقولوا. ليه؟ لأن بقول دايما الناس اللي قالت مثل أو ادت حاجة فيها وجهة نظر ما وخلاصة فكر في جملة بسيطة، دي أنا بقول منتهى الذكاء ومنتهى الحكمة. طبعا. صح ولا أنا بقول غلط؟ طبعا مش كده؟ هو تراث شفهي. ما نعرفش مين مؤلفه، لكن هو كمان ما هوش بتاع حقبة. حقب متتالية وبيتوارث، وبنفضل نقوله طالما في هناك احتياج ليه. في طبعا امثال بتندثر، لكن طالما في احتياج ليه وفي مواقف متكرره بنحتاج فيها نقول المثل ده بنقوله. ويحدث احيانا ان يكون في وجهتي نظر في قضايا كتير في حياتنا بتحتمل وجهتي نظر. هتلاقي المثل الشعبي بيعبر عن كل، ديمقراطي جدا، بيعبر عن كل وجهات النظر. هو احنا ليه ما بقيناش احنا كمان نعمل امثال شعبيه تخص الحقبه بتاعتنا؟ لا، هقول لحضرتك حاجه. هو في دلوقتي حاجه اسمها، انا عامله كتاب فيها اسمها لغه الشارع. لغه الشارع من فتره كده في الستينيات، ايام ما كنت انا لسه شابه. كان في برضو بنقول حاجات، مقولات مثلا حطني في الصوره، ماشي مع الرايجه، يا عم خدني جنبك، شويه حاجات كده، تعبيرات كانت خاصه بينا. واذا فضل احتياج ليها الناس بتكررها. دلوقتي برضو الشباب بيقولوا، انا كنت متصوره ان الشعب المصري، هل معقوله القريحه المصريه جواده لدرجه انها تطلق اقوال مثلا تصلح انها تعيش وتبقى مثل شعبي تتوارثه الاجيال؟ كنت شاكه كده ان بس لقيت في اقوال، لما درست بقى الاقوال المستحدثه سواء اللي في الستينيات او اللي في الفتره اللي حتى اللغه بتاعت الشباب دي اللي احنا ساعات بنستنكر اللي بيقولوه، لقيت انه لا، في وسط الزخم ده، رغم ان اغلبه الفرق بينه وبين المثل الشعبي ان المثل الشعبي بيعبر عن قيم اصيله. ايوه بالظبط. ونادرا ما تلاقي فيه قيم سلبيه، لان هو بيبقى بتيجي على لسان المصري القديم على سبيل التحامق، على سبيل السخريه، التهكم، لكن مش بيبقى كأنه بيتبنى الفكرة السيئة. لكن للأسف الأقوال بتاعة الشارع دلوقتي أغلبها تقول لك عك وربك يفك، مش عارفة تلصق، أغلبها بتدعو إلى قيم سلبية، إلى حاجات بالظبط كده. هو طبعا كل حقبة بيطلع لها الأمثال اللي بتطلق أمثال متعلقة بواقعها. معظم التراث المثلي الباقي حتى الآن اتعمل في عصر المماليك، ايام ما كان في عنت شديد وقهر. وفي العصر التركي لما بقى المصري حاسس ان هو غريب في بلده، او هو مش سيد موقفه، الاتراك او ايام الخلافه العثمانيه، فكان بيسخر من انقلاب الحال، وبيسخر من ان الجواري بقوا اميرات، وبيسخر من حاجات كتير. وهو بيتضايق لما حد يقلل من قدره، فتلاقيه يطلق امثال بقى في هذا الصدد. الامثال دي اغلبها فيها الرنه دي، لانها بتعبر عن الحقبه دي. في عصور اخرى بتطلق امثال، في فترات قحط ما يكونش فيها امثال. حتى المصري دايما في التراث الشفهي واسع. الامثال احد اشكال التراث الشعبي،
لكن كمان النكات، المواويل، في حاجات كتير جدا بتعبر عن الشخصية المصرية. أنا استخلصت وجدت إن فعلا الأمثال الشعبية محصلتها اللي باقي حتى الآن بترسم بورتريه للشخصية المصرية. يعني الشخص المصري أبرز سماته السخرية، فهتلاقي أمثال كتير جدا فيها رنة سخرية عليه. متدين، هتلاقي أمثال كتير جدا بتعبر عن قد كده المتدين. مثلا المصري محب للاستقرار، فتلاقيه بيطلق امثال مثلا عزال يوم خراب سنه، من خرج من داره تقل مقداره. هتلاقي كم من الامثال بتعبر اللي هي رافضه للتحرك من المكان ثابت ومستقر. وبتنسحب بعدها كمان مش بس استقراره في المكان وارتباطه بالمكان، لا بيبقى كمان ارتباطه بالعادات والتقاليد والاشياء الراسخه، مش عايز يغير عوايده، ربنا ما يغير علينا يعني وكده يعني. طبعا في الحقبه دي السمه دي تكاد تكون تقلصت، لان بدا المصري يخرج وينفتح على العالم ويحب السفر، وفي الشباب بيحبوا يهاجروا كمان. دي ما كانتش زمان وارده خالص يعني. لحد حقبه الخمسينيات من القرن الماضي ما كانتش فكره، كانت السفر يعني الغربه طرم. يعني كانوا رؤيتهم للسفر والهجره والاغتراب مريره جدا. فكل ما بتتغير شخصيه، في سمات احنا قلنا ساخر، متدين، محب الاستقرار، فنان، يقدر الجمال بشكل غير عادي، ذكي فطن. الانسان المصري ذكي بشكل غير عادي. في سمات كتير طلعت منها سمات رئيسيه، حوالي 7 سمات رئيسيه، وبتتفرع عنهم حوالي حاجه 42 تقريبا سمه فرعيه، وبتتفرع عنها 72 سمه ثانويه. ايه ده لا حكايه كبيره جدا، وكلها استخلصتها من الامثال الشعبيه. من الامثال الشعبيه اللي ما زالت باقيه، اللي ما زلنا بنقولها بنرددها. تفتكري الامثال اللي بتتقال دي كانت عن لسان ستات ولا الرجاله؟ لا، هي المراه حامله الثقافه، فغالبيه الامثال غالبيه الامثال، لان المثل او حرقه انه حريف، المثل الشعبي الحريف ما يجيش غير من خيال مقهور. فالمراه ما كانت في عقود قبل كده مقهوره، فكانت يعجزها الامر، مش قادره تعمل حاجه، تطلق قول، واذا تكرر يعني الناس كتير احتاجته وكررته صار مثلا. ما دام اتقال بنفس الطريقه، ما دام انت جات لك نفس الظروف اللي انا مريت فيها واطلقت فيها هذه المقوله، هتلاقي انت محتاجه انك تقوليها في التوقيت ده. فلا، المراه غالبا وهي اللي احتفظت بيها، لان انت لو تاخدي بالك الستات هم اللي دايما يقولوا على راي المثل. هي جت حقبه على فكره كده في السبعينيات والثمانينيات، انا كنت بحب الامثال من زمان، فكنت اما اقول كده يضحكوا ويقولوا قولي يا ام علي، ويضحكوا ويعتبروها ست بلدي اللي بتقول الامثال. جت فتره طويله الناس، لكن انا بقى لاحظت انه لا، الامثال الشعبيه بتتواتر على السنه كل المصريين، من اول الطبقات الدنيا لحد حتى المثقفين وكتاب الصحافه بيكتبوا زمان. معرفش حضرتك تفتكري ده ولا لا. زمان وانا صغيره كان في زي مسلسل كده بتاع مرزوقة فندي، عائلة راتب. لا، غير عائلة راتب، اللي كانت تقول وتمصمص في ايديها وتقول على رأي المثل. لا هقول لك الاكتر منها كمان، او اللي سبقت عائلة راتب، كانت جمالات زايد الصبح في برنامج ربات البيوت. كانوا في عائلة مرزوقة فندي، اللي هي الدراما اليومية، دراما الحياة اليومية. وكانت هي اسمها ام علي، شغالة في بيت مرزوقة فندي ده، وكان كل ما يعني يعجزهم الامر يقولوا لها قولي يا ام علي، تقوم تقول الامثال. وكانوا بتقول امثال حقيقيه. دلوقتي الاعمال الدراميه بلاحظ انهم بيقولوا امثال بيالفوها، كتاب السيناريو بيالفوا المثل ده. انا كواحده دارسه للتراث مفيش، المثل ده ملوش اصل. فلكن طب حتى لو ملوش اصل، لو صار مثلا لو بقى وبقى في احتياج ليه، لان الامثال على فكره بتنقرض احيانا. يعني في الاف الامثال انقرضت، اما لان الظرف التاريخي اختلف، الظروف الاجتماعيه اختلفت، ما بقاش في احتياج ان احنا نقوله، بقى في مفردات مش مستخدمه. يعني عشان ابوك سنجق ماشي تهز كتافك، احنا ما اصلا دلوقتي ما نعرفش يعني ايه سنجق ولا في حد، فتلاقي المثل ده
اندثر. سنجق ده سنجق ده كانت رتبه عسكريه او حاجه كده. رتبه يعني أوكي. مقام، انت عشان ابوك سنجق ماشي تهز كتافك. فدلوقتي ما حدش يقوله لانه ما فيش حاجه اسمها سنجق اساسا. صحيح. ففي حاجات